المعمارية في يوم ما كنت في حاجة إلى ما يسمى بالكاروسيما وهو البلاط التقليدي. بحثت عنه في تونس ما كانش موجود، فجاتني الفكرة أني أسترجع هذا العمل التقليدي بامتياز، وعملت التكوين ذاتي. طبعا معظم التكوين بتاعي كان في المغرب، نقلت من تونس إلى المغرب الشقيق، والأخوة المغاربة استقبلوني وعلموني مهنة، وتقريبا من 12 سنة الآن موجود في القطاع، على أقبال ما شاء الله يعني على هذا النوع من العمل اليدوي، وخاصة إقبال من الدول الأجنبية وأوروبية، لأنه هذا النوع من العمل ظهر في وقت ما كان انقرض، والآن الحمد لله صار عنده طلبات كثيرة، خاصة من فئات معينة اجتماعية. برشا شركات أجنبية وحتى أشخاص معنويين أو مادية أو تونسيين يعني توجهونا باش نعلموهم الحرفة دي، وإحنا مستعدين وقاعدين نعلموا في برشا أشخاص، علمنا حتى شركات أجنبية إيطالية وسويسرية. كلمة لأنه مشكلنا في اليد العاملة المختصة عندنا شوية بعض الصعوبات. إقبال الشباب على الحرفة هذه مش بكثافة، مع العلم أنه يعني الأسعار خلاص مغري، وعلى الأسف معناتها إقبال الشباب بصفة عامة باش يتعلموا الحرفة نلقاو صعوبة يعني. واحنا نحاولوا كيفاش نطوروها الحرفه هذه ونمروها للشباب بتاعنا باش ما عادش تموت كيف في وقت ما انقرضت، والحمد لله قاعده تواجد شيء بعد شيء سواء في تونس او في بعض الدول الاخرى. عند دخولك مدينة نابل التونسية تستوقفك شواهد ولوحات فنية لزخارف عاصمة الفخار والسيراميك، تراث لصناعات تقليدية مميزة باتت تهدده موجة الاكتساح الصيني للمنتوجات المقلدة، وزاد في طينه بلة ارتباط هذه الصناعة بقطاع السياحة الهش الذي زادته أزمة الوباء العالمي ركودا. اليوم تسمى محظوظين راهو معنا اللي مازلنا نخدموا بارابور الصغار الحرفيين اللي سكروا كومبليتمون بسبب الغزو الصيني معنا في تقليد المنتوجات نتاع السيراميك نتاعنا واحد وكل شيء. العاملون في القطاع يرون أن الدولة غائبة في وضع رؤية استراتيجية لحماية هذا المنتج والترويج له، حيث يغيب الدعم والتكوين مما يهدد باندثار الصنعة. الدولة يلزمها تحمي قطاع الفخار الصناعية والتجار من الاكتساح الصيني، ويلزم زاد التونسي يدخل المنتوج هذايا للاستهلاك اليومي، يلزم زاد التونسي ما عادش يخليه كان للزينة. أزمة الصناعات التقليدية المتصلة بعالم الزخارف كانت حافزا للمهندس المعماري سمير لخوض تجربة عصامية لإحياء منتج آخر معروف في تونس بالجليز العربي، والذي شهد شبه اندثار منذ 3 عقود. المشكلة الأولى أنه انقراض اليد العاملة المختصة، والمشكلة الثانية أنه ما ثماش المادة اللي مش قاعدة تتطور، يعني ما ثماش يعني ابتكارات جديدة أو تصميمات جديدة. بحكم أني مهندس معماري توخيت الاتجاه أنه نكون شباب معناتها متجهين نحو مغرومين بهذا القطاع من ناحية، ومن ناحية أخرى نحاول نجدد البرودوي هذا بتصميمات جديدة وابتكارات جديدة. إحياء هذه الصناعة التقليدية كلف سمير جهودا مهمة في البحث عن أسرار هذه الصنعة من خلال سفره بين المدن التونسية والدول المجاورة، ما مكنه من تشخيص التصاميم وجمع وتصنيع هذه الشبكات التي تمثل إحدى ركائز الصنعة. المرونة في التصميم يكون في تصنيع الشبكة هذه، في وقت ما الشبكة هذه تسمى يدويا، واني صعب باش تلقى حرفيين الآن يسموها، وتواجدهم في بعض الدول ما همش برشا. لأن أنا شخصيا ابتكرت طريقة جديدة، والطريقة هذه طبعا سوقت لبعض المؤسسات الكبرى في العالم، وفي بعض منها خليته لنا احنا لتونس. يعني فما حاجات يعني جداد مبتكرينها، وفما موديلات أخرى مبتكرينها خير من الموديلات اللي شفتهم يعني في المغرب. في الوقت الذي يبادر فيه أفراد لبعث الروح في صناعات تقليدية مهددة بالزوال، يرى العاملون في قطاع الخزف بأنواعه أن استراتيجية الدولة ضعيفة لحماية هذا الموروث.